السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد مع حضراتكم من قناتكم لفة في مصر. احنا دلوقتي يا حضرات على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، في اتجاهنا مباشرة لاسكندرية. ده الطريق يا حضرات بعد ما اتطور. الطريق وسع حارة، بقى فيه حارة جانبية صغيرة اللي هي قبل اللاين الاصفر، قبل الحواجز. ودي 1 2 3 4 5 حارات. الطريق وسع ل5 حارات. في هنا اعمال انشاء لسه في النص بين الطريقين، ولكن الطريق بعد ما توسع يا حضرات بقى ممتاز جدا جدا جدا. وانا كنت حابب ان اصوره مع حضراتكم ونشوفه بشكل سريع كده. طريق مصر اسكندرية الصحراوي في اتجاهنا مباشرة لاسكندرية بعد تعديل وتوسيع الطريق. بصراحة حاجة جميلة جدا، حاجة ممتازة جدا، اتعمل في وقت قياسي جدا. الشغل ده ابتدى على الطريق قبل رمضان وخلص يعتبر على عيد الكبير، اتعمل في وقت قياسي جدا. الطريق كله بالكامل. انا من يومين كنت راجع من مطروح، انا ما حسيتش بالطريق خالص من محور الضبعة، واستلمت طريق مصر اسكندرية الصحراوي. لقيت فاضل على القاهرة 120 كيلو. لقيت ان شبكة الطرق اتربطت، في شغل كبير جدا وشغل على الطريق العلمين اتجاه مطروح بعد الضبعة. وده طريق مصر اسكندرية الصحراوي يا حضرات. طبعا طريق سياحي، وطريق بيخدم عربيات نقل، بيخدم شغل. طريق حيوي جدا، طريق مصر اسكندرية الصحراوي. في نفس الوقت لما اتعمل بقى ممتاز جدا وبقى افضل من الاول بكتير بصراحة. الطريق بقى انعم، الاسفلت عليه مريح جدا، تقدر تحس بالعربية جدا وانت حتى سايق عليه. يقلل من نسبة الحوادث، يخلي نسبة الامان اكتر، لان الطريق لما يوسع ويبقى متخطط ويبقى واسع مفيش نقر في الطريق. ده طريق صحراوي بيحصل عليه طبعا. هنشوف جودة الطريق دي مع الامطار، هنشوفه مع الامطار طبعا في الشتاء المقابل باذن الله. الطريق التاني بصراحة كان مع الامطار يعني كان مميز، ان كان طريق مصر اسكندرية الصحراوي مهما الدنيا مطرت عليه كان بينشف بكل سهولة، ولكن في بعض الاماكن كان فعلا بيبقى فيه تجمعات مياه كتير. فهنشوف طبعا في الشتاء جودة الطريق مع الامطار، ولكن الطريق معمول بشكل ممتاز جدا. الحارات لما وسعت الطريق على فكرة يا جماعة السرعة 120، السرعة 120. من حلاوة الطريق هتحس انك انت وانت ماشي 120 هتحس انك انت ماشي بطيء. يعني دي سرعتي يا حضرات ال 120، انا كده ماشي 120 بالظبط. فطبعا الطريق مراقب بالكاميرات، رادارات في كل مكان، معظمهم تحت الكباري. تمام، فيا ريت نلتزم بالسرعة القانونية 120، ان دي امن سرعة. في نفس الوقت الحزام. والطريق بعد ما اتخطط وبقى جميل كده، السفر عليه بالليل مريح جدا، يخلي الطريق منور. الطريق كله هتلاقوه منور يا حضرات. يعني مجرد ما هتنور الاضاءة بتاعت العربية هتلاقي ان الطريق معاك كله منور. وزي ما حضراتكم شايفين احنا دلوقتي عدينا النوبارية وداخلين على اسكندرية. بص زي ما كنت لسه بكلم مع حضراتكم، بصوا العربيات بتهدي عشان داخلين على رادار حزام. طبعا السرعة 120، فزيادة امان بصراحة انا بنزل عن ال 120 مثلا ممكن ل 100 110، وبعد كده ارجع لسرعتي الطبيعية تاني 120 لزيادة امان اكتر. يعني طريق جميل جدا. وطريق مصر اسكندرية الصحراوي بقى مميز كمان في ايه يا حضرات؟ ان الطريق لو بصيت كده مع حضراتكم هتلاقوا على يمين حضراتكم خضرة وزرع ومناظر جميلة جدا، وعلى شمال حضراتكم نفس الكلام. الصحراء بتاعتنا حضرات بتتزرع، وزي ما حضراتكم كده هعمل زوم صغير شايفين. طبعا انا بعتذر جدا على جودة التصوير. في اقرب فرصة
بحاول ان اصور مع حضراتكم بكاميرا بروفيشنال اكتر، عشان انا حابب مع حضراتكم نلف في كل مكان في البلد، ما نسيبش اي مكان ولا خرم ابره زي ما بيتقال. لسبب بقى ان حضرات الشغل في كل مكان في البلد، ما هي دي حاجه غير طبيعيه. غير طبيعيه لما نبقى الطريق لما كان بيتعمل في مكان في يوم من الايام كان ممكن ياخد يوم واثنين وثلاثه وشهر وسنه. طبعا ما فيش يوم واثنين وثلاثه دي، كان بيتاخد شهر وسنه، يعني من شهر 2 3 ممكن يخش في سنه طريق بيتعمل. ولكن دلوقتي في ان الطريق بيتعمل بشكل ممتاز جدا وبجوده محترمه، ابقى فخور وانا ماشي بعربيتي جوه بلدي، ما اقولش ان الطرق في بلاد تانية انضف واحسن من طرق بلدنا. لا، انا بقيت فخور بالطرق على بلدي. طبعا فخور بالطريق، الطريق ده الف ب كده بسم الله الرحمن الرحيم 1 2 3 انا هنزل ادور عربيتي وهروح فين. فانا لازم الاقي طريق ممهد وطريق امن يوصلني للمكان. انا دلوقتي بكلم حضراتكم، لو الكاميرا مسطره عليا انا سايب يعني بسيب احيانا الدركسيون، ليه؟ ان الطريق مؤمن، الطريق واسع، شايف مراياتي كلها، فببقى واخد حريتي اكتر، وفي نفس الوقت بيبقى الموضوع افضل بكتير، فبقى في سرعه في الوقت، انجاز ودقه بصراحه. يعني الطريق معمول بشكل ممتاز، شبكه طرق ممتازه اتعملت جوه القاهره يا حضرات، بقت الوضع فيها ممتاز جدا. شبكه طرق فعلا رهيبه. اللي يقعد يتريق بقى يقول لك بلد الكباري وبلد المتاهات وبلد مش عارف ايه، طب ما معلش يا حضراتكم، وانتوا لو رجعتوا بالزمن شويه هي القاهره وسط البلد كانت عامله ازاي؟ ولا ما احنا لازم بنتطور. بلاش احنا مصر عشان ما نقعدش نتريق ونقول احنا كنا فين وبقينا فين، طالما انتوا زعلانين من التطوير. الناس اللي بتتكلم في التفاهات بلاقي معظم كومنتات يقول لك دي بلد الكباري وبلد التفاهات. على فكره لا، هي مش كده. هي القصه ما فيها ان احنا كترنا. انا حضرات انا ساكن قريب من مصر الجديده، ممكن كنت اقف في شارع الحجاز ده فتره كبيره جدا، فكنت بقف في شارع الحجاز ده، ممكن اقف في شارع تروكسي دي نص ساعه. انتوا عارفين نص ساعه في طريق مفتوح دي توديني فين؟ نص ساعه دي من نفس المكان دلوقتي اروح بيها مدينتي مثلا، واحط عليهم 5 دقايق كمان عشان بس الكارتات وكده، بدل ما كنت واقف في إشارة مصر الجديدة نص ساعة وممكن أكتر في أيام الذروة. لا، أنا ممكن من نفس المكان أطلع على مدينتي آخر الدنيا اللي كانت سفر بالنسبة لنا. طرق لما الطرق بتحلو المسافات بتقرب. أنا دلوقتي اسكندرية بالنسبة لي بحس إن أنا فردة كعب زي ما بيتقال. لو جيت سافرت اسماعيليه ولا السويس ولا الكلام ده كله، بسم الله ما شاء الله على الطريق فعلا ممتاز ومعمول بحاجه محترمه جدا ومؤمنه، حاجه بجد تستريح. ولو انا بكذب ولو انا راجل منافق، حضرتك انزل اركب عربيتك ودور على الطريق وامشي. بعتذر. وبنفس الوقت انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، انا بقالي كتير جدا ما بصورش، ليه؟ ان انا النفسيه عندي ما كانتش مهيئه، وانا بحب ان انا يعني حسيت ان من اول ما عملت القناه ان لازم اتعامل مع حضراتكم بكل شفافيه ومن قلب. انا بتعامل من قلب، بتكلم اللي انا شايفه بعناية. ده غلط هقول عليه غلط بما يرضي الله من غير ما اسيء لحد. ده صح، صح واشكر فيه. احنا بلدنا الحمد لله بسم الله ما شاء الله فعلا اتطورت لحاجات كتير جدا حلوه. المشكله ان هي بتتطور في وقت صعب جدا، في وقت اصلا الدول كلها بتبوظ فيه. فتخيل ان احنا كنا بايظين، الايه بتتعكس. انتوا فاهمين؟ ان بعد العسر يسر. فان شاء الله بعون الله انا متفائل خير في بلدنا، برغم من الاقتصاد والدنيا ده. من اقل حاجه علبه السجاير في الضياع، وكل حاجه اكل وشرب وكل حاجه. انا عارف ان المواطنين كلها بتشتكي من كل حاجه، بس يا جماعه القصه مش على فكره في طرق وفي كباري، القصه مش في طرق وكباري بس. يعني حاولوا تتوسعوا، بس انتوا تحمدوا ربنا ان الحاجات دي اتعملت احسن ما كانتش اتعملت اصلا خالص. تمام؟ اي نعم في اولويات، مش هكدب مع حضراتكم، ممكن يبقى في بعض الاولويات ممكن كانت تتعمل، ولكن انا لما باجي وبقول كده مع نفسي برضك بلاقي اللي انا عايز اقوله، بلاقي الصحراء بتتزرع، بلاقي ان في مصانع بتتفتح، بلاقي ان بسم الله ما شاء الله استوردنا مصنع الام من ايطاليا، من المانيا،
بلاقي بقعد اتابع في اخبار، بلاقي ان مصر شغاله في كل مكان، لسه مكتشفين منجم دهب وبعماله مصريه مفيش حد داخل فيه نسب، ولكن لسه مش عارف مصر في الغاز. يكفي بقى، سيبك من كل الطرق والكباري، شوفوا جيش مصر بقى فين. لا احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وبكل فخر انا اقول دلوقتي في كل مكان في العالم كلها كده، اقف كده واغرس مكاني في اي مكان واقول انا مصري، واقولها بكل فخر. ليه؟ ان انا عارف انا تمام بلدي ايه، وعارف جيش بلدي ايه، وعارف انا ايه، بغض النظر بقى عن اللي يقول لك ملوش ديه ولا ملوش ديه ولا الكلام ده كله. امشي صح زي ما بيقول لك يحتار عدوك فيه، انت فاهم؟ انا البلد دي شايفها من بعون الله تبقى احسن واعظم واطهر بلاد العالم. ليه؟ ان مهما حصل فيها ومهما حتى الشعب بقى، سواء بقينا في معظم الاوقات بقينا جاحدين على بعض بسبب الظروف اللي احنا فيها، لكن احنا من جوانا شعب طيب، بنحب الخير لبعض، ما بنحبش نأذي بعض، دمنا حامي على بلدنا، احنا كلنا جيش في قلب بعضينا. اللهم صل على النبي. الجيش بتاعنا دلوقتي بقى يعني ابقى قاعد في البيت مطمئن على امي، مطمئن على اختي، مطمئن على نفسي، مطمئن علينا كلنا، ابقى رايح شايف شغلي بكل اطمئنان. الامن والامان، سيبك بقى من اي حاجه في الدنيا دي كلها قصاد كلمه الامن والامان، انك انت تبقى عايش مستقر. في ناس انت ممكن حضراتكم في ناس يعني في شباب نفسها تتجوز ومش عارفه، طب ما بالك بقى اللي قاعد في بلد اصلا مش حاطط فكره الجواز اصلا في دماغه اصلا، ان بلده مفيش بلد. فاحنا نحمد ربنا على كل حاجه، ونحمد بلدنا، نحمد ربنا ان بلدنا بتتطور للاحسن. وانا معلش انا اسف جدا 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 ان طولت على حضراتكم، واسف برضك ان انا اتاخرت على حضراتكم فتره كبيره، ولكن بصوا الطريق جميل ازاي. طبعا جوده التصوير انا متاكد ان هي مش افضل حاجه، فسامحوني جدا يا حضرات في الموضوع ده، تمام؟ فبعون الله ان شاء الله بلدنا هتبقى في حاجه كويسه. كل الحكايه بس يا جماعه لازم نقف في ظهرها. احنا اللهم صل على النبي عندنا شباب كتير، فعلا الشباب ده لازم يستغل. هتلاقوا فرص عمل كتير جدا الفتره اللي فاتت دي، بعون الله بعون الله بعون الله، تفائلوا خير تجدوه هتتفتح، وهتلاقي فرص لشباب كتير جدا. وفي نفس الوقت الانضباط حلو، البلد ابتدى يبقى فيها قانون، يبقى فيها قانون ماشي على الكبير والصغير زي ما بيتقال. ما فيش مكان في العالم ما فيهوش فساد، ولكن بلدنا اكيد فيها فساد، ولكن بيتحجم عليه مش مفتوح، انت فاهم؟ لما نشوف ان طريق مصر اسكندريه